بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا الخطاب المستند إلى الاستجابة لعواطف العامة، باعتبار أن الزبون دائما على حق، عشان الناس تبقى تيجي تحضر كتير وتقبل على الدعوة وكذا وكذا، فيبقى نغريهم بكلام يوافق أهواءهم ويستجيب لعواطفهم، فيرددون ما يريده العامة لا ما ينبغي أن يقال ويحكم به. وهذه بلية، لأن هؤلاء العامة تسوقهم العواطف وتحكمهم المواقف الآنية، فيدفعون بالخطاب الإسلامي إلى العجلة وسوء تقدير العواقب والمبالغة في تقدير قدرات الذات والتقليل من إمكانات الغير. طبعا هي العامة الحقيقة مسألة نسبية، زي ما في عامة في المجتمع في عامة في وسط الدعوة. والمشكلة الكبرى في الخطاب الإسلامي الآن، خاصة على مستوى النت، يعني بالذات أنها أوسع شبكة في العالم يعني لتواصل الناس فيما بينهم، كل الذي يريد أن يقول شيئا يقوله، حتى لو المسألة كانت مما لو عرض على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر وشاورهم قبل أن يقول فيها بكلمة. لكن دلوقتي أصبح كل من يريد أن يقول شيئا يقول، مش كده وبس، ده أي حد يريد أن يفعل شيئا بيفعل بغض النظر عن العواقب. ويعني أصبح الناس اللي هم ذوي الرأي، حتى اللي عايز يعبر عن موقف معين نصيحة للدعوة أو للمسلمين، بيعمل 100 حساب، وقد يتردد في الكلام بسبب ما يحدث من المهاترات من صغار الشباب، وربما يكونوا صبية مختبئ وراء الكيبورد، يعني فقهاء الكيبورد مختبئ وراء المونيتور أو لوحة المفاتيح، كله بيقول اللي هو عايزه وكله بيعمل اللي هو عايزه. والغريب ان في قفز على ثوابت تعتبر في الدعوة وفي موقف الإسلام ثوابت، ما هياش مسألة مجاملات، ومع ذلك يمارس نوع من الإرهاب فعلا فكري داخل الصف الإسلامي، وما أصبحش فيه كبير وصغير، ما أصبحش فيه عالم وجاهل، لا ده هو مستعد أن يطلق ألسنة الحداد على أي حد يتكلم ويخالف اجتهاده. كما أقول يعني ليس هذا فقط في مجال الحجاج أو النقاش النظري، لكن التصرفات التي تحدث، أمثال هذه التصرفات أنا أتعجب جدا. يعني خلط الأوراق، يعني هجيب الحادثة أو أبدأ بالحادثة اللي هي أنا أعتبرها يعني حادثة محورية في التاريخ البشري، زي حادثة الفيل، بمعنى أن ما بعدها مختلف تماما عما قبل أن تحدث عملية تحول في مسار التاريخ. في شك أن حادثة 11 من سبتمبر عملت هذا التحول في مسار التاريخ كله، في مصير الأمة الإسلامية وما تعرضت له من فتن بعد ذلك. أتعجب جدا أن ما زال في ناس بتنظر لهذا إنجاز فقهاء الكيبورد اللي حتى الآن رغم كل الثمن الرهيب اللي احنا دفعناه، يقول لك دي الحادثة دي كانت سبب في دخول مش عارف كام ألف أمريكي الإسلام. فكان ماذا؟ الثمن الفاتح من ساعة الحادثة دي، وبلاد المسلمين تدفع ثمنا غاليا، يعني أي إنسان معاصر. فتعجب، يعني أنا ما يستطيع أحد أن يقطع بأن الذين قاموا بهذه الحادثة مسلمين إلى اليوم. من يدري، ربما مع التاريخ تكشف أن كل ده كان لا ناقة فيه المسلمين ولا جمل، مع أنهم هم الذين دفعوا، كانوا الوحيدين الذين دفعوا ثمن هذه التصرفات. لكن حتى في الجاهلية يا جماعة كانوا بيقولوا إيه؟ فكروني بالشعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ففي القضايا الخطيرة جدا اللي زي دي، ده أصغر صبي يبدي رأيه ويشتم ويهاجم ويريد أن يفرض رأيه أيضا على الآخرين، سواء كانوا أهل علم وفقهاء، أهل دعوة أو أهل خبرة أو نحو ذلك. فأصبح الوضع الذي نحن فيه فوضى، يعني هو الغرب بيشجع الفوضى البناءة، لكن احنا الفوضى عندنا دائما هدامة، مفيش فوضى بناء خالص عندنا. احنا بنعمل فوضى البناء بالنسبة لأعدائنا لأنهم يحسنون استثمارها. يعني الحادثة التي حدثت بالأمس، يعني أنا أتعجب، يعني مش احنا يعني في قضايا احنا محتاجين نتناولها بصراحة.
نتمنى نوع من الصراحة. اللي يقبل مبدأ التفجير للغير يكون مستعد له على مستوى نفسه. بمعنى لو ان مبدأ ان مين يقدر يعمل حاجة ويعمل، ما دام يستطيع ان يفعل خلاص، يبقى انت تتوقع برضو ان نفس الشيء يحصل معانا في صلاة عيد مثلا. عادي، ما هو دام دي اللغة اللي هيتعامل بها الناس. ففي واقع احنا نعيش فيه، لابد ان يكون في فقه واضح، ما نخلطش الاوراق. يعني لا ينبغي ان يكون خلط الاوراق. المؤلم جدا من ضمن الخطاب الصبياني الذي يحصل في النت هو ان الاخوه بيتكلموا ساعات كانه هو امير الايه المؤمنين وملك البرين ومش عارف البحرين والعرب والعجم الى اخر هذه الفخامه، كانه بيتكلم ان هو خليفه ممكن في كل بقاع الارض، ممكن تماما، ويعمى عن الواقع، واقع الاستضعاف الذي يعانيه المسلمون في كثير من بلادهم، ويريد ان يطبق هذا الفقه حرفيا على واقع مغاير تماما. امثال هؤلاء الناس غالبا يتعلمون بالتجارب. ما بيحصل الدعوه بتدفع ثمن غالي جدا، بيتعلموا بس عمال ما يتعلموا دول هيكونوا خربوا الدنيا. واضح؟ فانا الموضوع اللي هي الشطاره ان تقدر تروح تفكر برج التجاره العالمي، البرج التوأم ده اذا صح ان المسلمين فعلوه وبدون نظر للعواقب على الاطلاق. فدي مشكلتنا، ان احنا في ساحه اصبح اللي يريد ان يفعل شيء بيفعل، ما حدش بيمنعه، لكن الثمن يدفعه غيره. ألم ندرس من قبل في قواعد فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان من ضمن ضوابط الامر بالمعروف والمنكر انك اذا انكرت منكرا مثلا بالقوه وكان الضرر وانت مستعد لتحمل الضرر، لكن اذا انت انكرت في هذا الموقف بالذات فالضرر سيعود الى غيرك ممن يعذر في عدم الانكار، فالضرر اصبح متعديا الى من لا يطيقه. واحد مثلا ماشي في الطريق ومعه نساء، معه ابنته او زوجته، وناس يعني يشربون الخمر مثلا، ففي هذا الحال لو انه انكر باليد وارد تماما يقوموا يعتدوا على هؤلاء النسوة بالضرب او اي نوع اخر من الاذى مثلا، لانها مخمورين ولا يبالون. ففي هذه الحالة لابد ان تزن، حتى لو كنت انت مستعد للضرر، لكن يشترط في الضرر الا يكون متعديا. فيما مضى في الحقيقة في عهد عبد الناصر والسادات اي حادثة كانت بتقلب غم على كل من ينتمي لاي نوع من انواع الدعوة الاسلامية اللي عاشوا في فترة عبد الناصر او السادات. اي حادثة فبتقلب ايه يعني ضلمة تماما على كل من ينتمي للدعوة الاسلامية. بعد ذلك لانه سلكت مسالك علمية شوية يعني حديثة واكثر دقة، فما استمرش الوضع ده. فاللي احنا عايزين نقوله هي مجرد انك تستطيع ان تفعل يبقى خلاص كده تمام، لن تسأل امام الله سبحانه وتعالى. طبعا ده برضه على افتراض غير اكيد على الاطلاق ان من بالضبط الذي يفعل. لو تبصلها من ناحيه ابحث في الجريمه عن اللي يستفيد منها، الشكوك هتكون كثيره جدا، حتى يعني ايه في الطرف الاخر. الشك ان هو اكثر مستفيدين بلا شك. تدوير القضيه، استنفار ده صراصير المهجر وحشرات المهجر من غير حاجه بيتكلموا على الاضطهاد الاقباط وخطف بناتنا. طب منين جايبين الواقع ده؟ مش احنا عايشين في هذه البلاد؟ في حد ملوش جيران نصارى في بيته او في العماره اللي جنبه او اللي بتواجهه ما بيشوفش محلات؟ في ما يوجد احد اطلاقا يحس بان في اي نوع من الاضطهاد اطلاقا. دي الحقيقه التي نلمسها. بالعكس الموضوع التسامح كان استمر بطوله طويله جدا، كان في استثناءات في النص، بس الاستثناء بيؤيد القاعده. يمكن من 40 سنه اسباب ما يسمى بالاحتقان دي زادت، من 40 سنه بالضبط او 38 سنه. نعود للموضوع بتاعنا، يعني مش كل حاجه تقدر عليها تبقى صح انها تتعمل بغض النظر عن العواقب. وبعدين العواقب التي تمس الدعوه مش بتمس اشخاص. فليه نعطي ماده لاعداء الدعوه واعداء الدين بان هم فعلا شوف الناس بيتقتلوا، الناس في المؤتمر السنودس الاخير من حوالي شهرين حصل الضغط اللي هو المؤتمر بتاخده الكنيسه الكاثوليكيه في روما في الفاتيكان.
فعملية المحاولة تدويل القضية، تصعيدها بطريقة مبالغ فيها جدا، وفي جهات بترحب جدا بهذه المبالغات. في ناس كتيرة يعني مش بس حاضرة على أن تدمر حاضر مصر، مش حريصة فقط على تدمير الحاضر، دي حرصها أكثر على تدمير المستقبل. يعني كما ذكرت من قبل، هو الاستقرار يفيدنا جدا كدعم. الاستقرار، عدم الدخول في يعني مصب هذه الفتن وهذه الأشياء. تخيلوا أن الطرف الآخر سلك نفس المسلك كنوع من القصاص معايا، ثم إنك مش بتتعامل فقط مع هذا العدد اللي هو يعتبر أقلية، لا، الأوضاع العالمية الحالية دلوقتي أصبحت مقاييسها مختلفة تماما. أنا لا أريد أن أفيد، لأن أنا حقيقة يعني لم أتابع الموضوع بدقة يعني كما تعودت، لكن قادني إلى الكلام في قضية الخطاب هذه، لأن لازم يكون في مواجهة صريحة لهذه المسالك. لحد إمتى؟ إلى متى؟ وبعدين لو في ناس خارج مصر بحجة عاطفتها الإسلامية عايزة تدير هي العمل الدعوي أو تتدخل في الأوضاع هنا في مصر، طب أنتوا بعيدون تماما عن الواقع، سيبونا في حالنا، اتركوا الدعوة في حالها. أخ ويتكلم من خلال النت افعلوا كذا وإلى آخر هذا، طب أنت بعيد يا ابن الحلال عن الواقع ده تماما، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ واضح؟ يعني أشياء مرتبطة بالواقع، مش فقط قضية فقهية. نفس الشيء يعني أنا ما أريد أن أخوض بالتفصيل، لكن في الحقيقة لازم كل واحد يضع مسؤولية في رقبته هو، مش حرصا على الآخرين بقدر ما هو الحرص على دعوتنا. والكلام اللي احنا مش بندركه بالفقه والعقل والحكمة للأسف التجارب المفروض هتعلمنا بس بعد ما يكون فات الأوان. يقول هناك أمر يقع فيه بعض القائمين على الخطاب الإسلامي، ألا وهو الاستجابة لعواطف العامة. في كمان استجابة لعواطف العامة من الإخوة داخل الدعوة، ودي نقطة مهمة جدا. عملية ضغط القاعدة من الإخوة على أشياء معينة، بغض النظر عن أن في حالات الفتن مثل هذه لابد الانضباط بالرجوع لمن؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منه. أي نعم. فهؤلاء العامة تسوقهم العواطف وتحكمهم المواقف الآنية، فيدفعون بالخطاب الإسلامي إلى العجلة وسوء تقدير العواقب والمبالغة في تقدير قدرات الذات والتقليل من إمكانات الغير.